إحنا دلوقتي هنقول إيه، معلومة كده على الماشي ممكن تفيد الناس في إن هي تحسّن من جودة الصور بتاعتها. في بعض الناس بتتكلّم وبتقول أو بتسأل إني أنا باجيب صور الquality بتاعتها بتكون قليّلة وعايز إن أنا أعلّيها شوية، هل في برامج ممكن إن هي تعمل كده أو في مواقع ممكن إن هي تعمل كده؟ وكمان الناس لمّا بتلاقي برامج أو بتلاقي مواقع بتلاقيها يعني مش free. البرامج دي بتحتاج مثلًا crack وبتبقى الcrack ده خطر، أو إن الموقع ده بيدّيك مثلًا 3، 4 صور في اليوم وبعد كده بيقفل، أو 3، 4 صور كfree trial كده وبعد كده بيقفل. طيب إيه الحل بتاع الموضوع ده لو أنا مثلًا عندي صورة الquality بتاعتها قليلة، أنا باتكلم هنا إن الquality قليلة مش ضايعة، عشان بس إحنا المواقع دي والّا البرامج دي لمّا بنقول عليها هي المواقع والبرامج دي مش صحرا، هو الquality بتكون إلى حدٍ ما قليلة، محتاج ترفعها سِنّة بسيطة. طب في موقع معانا حلو جدًا اسمه Nightmare AI. تمام، هتدوس على الموقع ده كده، تبحث عنه في جوجل، هتيجي تدوس على الlink ده كده وهيفتح لك الموقع، هتسجّل عليه هتلاقي هنا زرار sign in. تمام، هتسجّل عليه، أنا كده يمكن عامل عليه إيميل قبل كده أو مسجّل عليه عامل عليه sign up. ماشي، والموضوع سهل وبسيط، هتدخل عليه مجرّد بس ما هترفع الصورة بتاعتك هنا اللي هو إزاي، هتدوس على drop a file تدوس على الحتّة دي كده وتطلع تجيب الصورة بتاعتك اللي هي الquality بتاعتها قليلة. خلّونا مثلًا ندوّر على أي صورة إحنا منزّلينها كده، مثلًا أنا لو جِبت الصورة دي كده ودُست على open. تمام، إلى حدٍ ما الصورة الquality بتاعتها قليلة، كل اللي أنا هاعمله بس إن أنا هادوس على run دي، وهابتدي إن أنا أشوف النتيجة هتطلع لي عاملة إزاي في الآخر. هي ممكن تاخد وقت بس شوية منّك، بيعمل processing للصورة وهنشوف. بعد ما بيخلّص آدي النتيجة بتاعتي. تمام، كل اللي أنت هتعمله بس هتبتدي إن أنت تعمل download للصورة بتاعتك وهتنزل معاك for free، الدنيا زي الفل. تقدر تعمل كام صورة في اليوم؟ تقدر تعمل اللي أنت عايزه كله. أنت لو فتحت الصورة كده هتلاقي إن الصورة بتاعتك زي الفل والدنيا 10 على 10. ماشي؟ طيب الموقع برضه أنت ممكن تزوّد الscale بتاع الصورة من هنا، بس ما انصحكش، يعني أقصى حاجة خلّيها 2 أو 3. ليه؟ علشان هيبوّظ لك الملامح بتاعة الصورة، وأنا باتكلّم هنا إن الصورة تكون الquality بتاعتها قليّلة شوية مش ضايعة. في ناس مثلًا بتلجأ لموقع زي Shutterstock في إن هي بتنزّل من عليه الصور عن طريق موقع نُهات، فالموقع ده ممكن إن هو ينفعها شوية، لإن الصور بتنزل من على موقع لإن الصور بتنزل من على موقع Shutterstock إلى حدٍ ما إمكانيتها قليّلة، فتنزّلها أو تدخّلها على موقع Nightmare AI ده، هتلاقي إن الصورة بتاعتك بتطلع بquality عالية جدًا وquality جامدة جدًا. فده موقع هتستفاد منّه مش application أو مثلًا برنامج أو website زي الحاجات اللي إحنا كنا بنشوفها قبل كده، إن هو ممكن يقفل منّي كمان 5 صور أو يقفل منّي بيدّيني minimum في اليوم مثلًا 3، 4 صور أو maximum 3، 4 صور وبعد كده يقفل. لأ، الموقع ده شغّال معاك مجرّد ما بتسجّل عليه بيتيح عدد لا نهائي من الصور بتاعتك.